إخواني الرياضيين أخواتي الرياضيات، السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد. واللقاء اللي غنبقاو فيه دائما يعني مع أخبار الوداد، والخبر يعني اللي خالق ضجة واللي خالق يعني واحد نوع من الرواج كما كنقولوا على وسائل الإعلام، ماشي غير على يعني وسائل التواصل الاجتماعي، لأن وسائل التواصل الاجتماعي أي واحد كيستخدمها وأي يمكن لك تنشر أي خبر، ولكن ملي كيوليو الأخبار على إذاعات وعلى صفحات وعلى منابر اللي معروفه واللي كاينه عالميه ووطنيه، فهذا شيء يعني اللي خصو واحد الوقفه وخصو تمعن كما كنقولوا. فالوداد برافو برافو، كنظن بانها يمكن ما كانش البادره من نادي الوداد او من الموقع ديال الوداد او من المسؤولين على الاعلام داخل الوداد، ولكن الحمد لله انهم التقطوا الاشاره وفهموها بسرعه وحاولوا حتى هما يلعبوا عليها. فالكل شاف يعني ما نشر على صفحة الوداد، واللي يعني ربطوا الكل بأن هناك شيئا ما من البرتغال. وخا أنا كنظن باش نكون واضح، هم يتحدثون عن مقابلة بورتو البرتغالي، وجات المناسبة علاش؟ لأن الحديث عن رونالدو، فبغاو حتى هما يدخلوا كما كنقولوا في الموضوع ويستافدوا من القصة أو يستافدوا من الحدث. فبالتالي ما لقاوش يعني احسن فرصه، يعني شي فرصه احسن من هذه واحسن توقيت هو هذا انك دير هذا الاعلان، لان في الاخير ما غاديش تكون كذبتي، وانما غادي تقول لهم بان كاينه مقابله ان شاء الله وديه امام نادي بورتو البرتغالي. وهذا شيء يعني عادي وعادي جدا، وكنظن يعني هذه حاجه محسوبه يعني الخليه الاعلاميه لفريق الوداد. فبرافو، كنظن ديجا الوداد ربحات مجموعه من الاشياء يعني من هاد ادخال اسم رونالدو، يعني ولو الكل كيعرف بانه يعني بعيد كل البعد على انه يعني كنهضروا على يعني الثمن او يعني باش يمكن تجيبو، ما كنهضروش على الاسم. بالعكس رونالدو يعني كما كنقولوا اي لاعب فيكون ليه شرف انه يلعب فريق وداد الامه، يلعب فريق اللي تاريخي وفريق اللي مرجعي في المغرب وفي افريقيا. ولكن كما كنقولوا الان يعني المسائل اصبحت ماديه اكثر بشكل كبير. ولكن على العموم فبرافو للخليه الاعلاميه او يعني التواصل بنادي الوداد على هاد يعني كما كيقولوا هاد الضربه، كما كيقولوا المصريين ضربه معلم، اللي خلات حتى نادي الاهلي المصري يعني بكل الهيلمان ديالو يتحدث عن صفقه الوداد وعن اقتراب الوداد من الارتباط بكريستيانو رونالدو. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.